يا فندم احنا بنعمل كده علشان ابنك يقدر يعرف الفرق ما بين الاهمال وان في قانون محطوط وان هو محتاج يتبعه علشان ابنك يبقى انسان مسؤول، علشان مصلحة ولادنا، علشان يعرف انه لما يتاخد منه الحاجة دي يبقى عنده شعور كده بالخوف والقلق. ودي حاجة بتبسطنا جدا لان انا بعرف ان ساعتها هياخد خطوة مختلفة في القرار اللي هو عمله. احنا بنعاقب علشان يقدر هو يحس ان لما هيتاخد منه الحاجة المهمة دي هيعمل ايه؟ هيتعلم من اخطائه فيمشي على الصراط المستقيم. انا منى النحاس، كل شغلي الشاغل اني احاول افهم اكتر ايه اللي بيحصل. طبعا في حاجات كتير جدا بتاثر على حياتنا اليوميه، على مزاجنا، اختيارنا، اتخاذ القرارات، ان احنا نبقى متزنين. بس لما يكون الواحد يصحى من النوم ونازل وبيقول يا رب استعنا على الشقه بالله، يعني طلبنا المساعده من ربنا ان في شقه، فانا بعترف ان في شقه في الدنيا، فانا يا رب استعنت بيك، يعني لو سمحت ممكن تيجي ومعايا المشوار ده كام اوفر، انا في انفيتيشن عظيمه هنا فضلك. ليه؟ لان انا عارفه ان في شقاء في الحياه نازله له. اعتراف جميل جدا، تمام. الشقاء ده معقوله يكون في تفاتيف حاجات بسيطه قوي صغيره في الدنيا، اللي هو هنزل الصبح هلاقي حاجات بسيطه توقعني على بوزي تخليني احس ان الدنيا مقرفه وان انا لازم احارب وناضل تجاه اني اكون بني ادمه متزنه للدرجه دي. موضوع صعب كده. قلت لنفسي لا يا منى انت ممكن تكوني فاهمه غلط، تعالي بقى نبص في اصل الامور. في يوم من الايام لما خلفت قلت لنفسي يا بنت يا منى احنا البني ادم ده حاجه خضره كده ماشي زي الزرعه كده اللي في قفايا، جميله ظريفه. طب تعملي ايه بقى؟ فقمت ماسكه بقى الكتاب وقلت اثقف نفسي كيفيه التعامل مع هذا الكائن. اكتشفت بقى بعد ما عرفت انه في حاجات كده لازم ابقى عارفاها عن طبيعته، مشاكل هيواجهها غالبا، ردود فعله المنتظره، كل الكلام ده. اكتشفت ان الاصل في الامور هو العبد لله، انا والمحيط اللي حواليه. فطبعا انتابني ايه؟ شعور بالذعر. يا نهار اسود، ايه ده؟ ازاي ده كلمه حتى يا نهار اسود اللي طالعه مني دي هتخليه يحس ان هو يا نهار واسود، فلا احنا عايزين نخليها ايه؟ يا نهار ابيض. بدات اغير من كلماتي، بدات اغير من افكاري، وبدات اشوف ان في حاجات كتير قوي انا كنت فاكره انها صغيره ومش عايزه اكبرها. لما اقول ان انا يا جماعه الموضوع ده كبير قوي هيجي لي، عارفين انتوا السهام دي اللي هي بتترمي على البني ادم، اللي هو متخلفه عبيطه مخك صغير قوي عادي. ما احنا حصل معانا كده كل الكلام ده وما بقينا زي الفل، ما تعقديش العيال، الموضوع بسيط. اكتشفت ان احنا بقى في حاجات هي اصلا محتاجه تكون في حجمها واحنا بنروح ننفخها ونكبرها، وناسيين بقى الحاجات اللي مصغره من المجتمع واللي احنا محتاجين نكبرها عشان نظهرها فنفهمها فنعرف ازاي نتعامل معاها. الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها دي حاجات بتحصل في كل يوم في حياتنا. طبعا احنا عشان بني ادمين مختلفين عن بعض ففي بعض الناس مننا بيتقبلها وفي بعض الاخر بيحس ان هو مش طايقها واقفه في زوره هنا بس بيحاول يبلعها، تقف هنا شويه كده وبعدين اول ما تيجي تقف في زوره يقول طب انا هتكلم عنها. لا لا لا، مفيش وقت، مفيش مجال، مفيش طاقه، انا استنزفت، ما عنديش ناس بيسابورتوا الفكره، انا هبلعها وان شاء الله حتى يجي لي السموم دي في معدتي عادي، انا اتعودت. وفي ناس تانية اول لما الحاجات دي تيجي حواليهم يحسوا ان هم شايفين الكارثه، شايفينها مدركينها بس بيعملوها كده سم، ملناش دعوه بيكي، اصل انتي هتنكدي علينا، اصل انتي حاجات انا مش هقدر اغير فيكي حاجه، هو الدنيا كده، هو انتي عايشه في الجنه عادي، ما الدنيا كلها كده، البيوت، النوادي، التمارين كلها كده، كل حاجه كده. في ناس تانية بقى بتقرر انها تفهم، على الأقل تفهم ليه وتفهم هيحصل ايه بعدين لو كملنا كده. وانا قررت في الحقيقه ان انا اكون من المختلين دول.